ركزوا كويس في الفيديو، هتلاقوها زعلانة ومتأثرة بفراق والدتها والمشاكل اللي بينهم وبين أبوهم. نيرة تؤثر في المتابعين بكثرة حزنها في الفيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ريماس. أول واحد وصل من المصريين حمدي ووفاء بيعملوا إيه في الإمارات دلوقتي؟ هل فعلا هيسيبوا تركيا ويروحوا للإمارات؟ وعيد ميلاد رموسة السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين إيه؟ طبعا يا جماعة ما شاء الله رموسة القمر تمت 7 سنين. ربنا يحفظها ويحميها يا رب. وتفضل تكبر كده بصحة وعافية هي واخواتها كلهم حلوين طبعا. ربنا يحفظهم لحد ما يكبروا إن شاء الله ويبقوا متجوزين كان ان شاء الله، ويبقى لهم كمان قنوات ومتابعين واكتر مما بيحبوهم كمان. ربنا يفرحهم يا رب. اما بالنسبه بقى لحمدي كتب على صفحته على انستجرام وعلى الفيسبوك ان هو اول واحد وصل من المصريين، وحط صور ليه وان هو بيحط صورة مصر في الكرة الأرضية وحط دبوس جوه مصر. يعني معنى كده ان هو اول واحد وصل من المصريين في خريطة الدول. هو قال ان الايفنت ده في دبي، وان هو في الامارات دلوقتي وفي ايفنت جامد جدا هناك في الامارات. حط هاشتاج 1 بليون سمت، يعني ممكن ان هو 1 بليون سمت، يعني ان هو البلايين او الدول كلها اللي موجودة في العالم. هو بيمثل رمز مصر، فما شاء الله معنى كده ان هو وصل لحاجة كويسة جدا. بس هو ممكن يكون بقى سايب وفاء والعيال في تركيا وبيروح يشتغل في الامارات. لحد الان لسه ما نعرفش هما بيشتغلوا فعلا ايه بالظبط في الامارات او تركيا، لسه ما وضحوش. ربنا يحفظهم يا رب ويحميهم. بالنسبه بقى لابو زياد، ابو زياد لسه ما ظهرش ولسه ما بيتكلمش. بس يعني نتمنى ان هو يرجع برضه ويرجع يعمل فيديوهات تاني معاهم والعيله تتلم شملها طالما ما اتجوزش ولا اكرم سلام كمان تلاشى الحديث عن الموضوع تماما. وده يا ماما حمد ماسك قد ايه؟